شوف معايا هذه العبارة: عقولنا تبتكر كل أنواع التخيلات عندما نرفض أن نصدق شيئا ما. على السطح ممكن تبان ملاحظة بسيطة على كيفاش الدماغ يتهرب من الحقيقة، ولكن في الأعماق هذه شهادة قوية على الصراع الأزلي بين الإنسان والواقع. العقل البشري عنده قدرة خارقة على خلق سيناريوهات الخيالات غير باش يحمي راسه من مواجهة واقع صادم أو حقيقة جارحة. هذا الميكانيزم النفسي سماه فرويد آلية الدفاع، بحيث الإنسان كيبني أوهام صغيرة كجدار واقي ضد الألم. الفلسفة الوجودية شافت هذا السلوك كأحد مظاهر الهروب من العبث اللي كيعيشه الإنسان. كامو مثلا كان كيقول أن الإنسان كيتأرجح بين رفض الواقع ومحاولة إعطاء معنى وهمي، والعقل هنا كيدير بحال شي فنان يرسم صورة بديلة غير باش يقدر يعيش بلا ما ينهار قدام الحقيقة. لكن المفارقة هو أن هذا الخيال رغم أنه كيبان مجرد وهم، إلا أنه كيدل على رغبة عميقة في الحياة والاستمرار، بحال شي واحد مثلا اللي كيعرف أن الحقيقة مرة ومع ذلك يبني قصة صغيرة في دماغه باش يحافظ على التوازن النفسي والروحي ديالو. المشهد هنا ماشي غير على الخيال، بل قدرة الإنسان على خداع نفسه باش يعيش. الرسالة كتقول لنا الإنسان ماشي ضعيف قدام الحقيقة، بالعكس عنده براعة باش يحول الكذب الداخلي لوسيلة بقاء. والسؤال الكبير اللي كيتطرح: واش الأفضل نعيشو بالخيال اللي كيحمينا ولا نواجه الحقيقة بكل قساوتها؟